مساء الخير، عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل مع بعض وصفه حلوه وسهله قوي. الجو ده عايز اي حاجه سخنه مع كوبايه الشاي وتسقي فيها. هنعمل النهارده كحك الافران. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه، وهنعمل جزء منه بسمسم وجزء منه ساده عشان تختاري الطريقه اللي انت بتحبيها وتعمليها. بس الاول لو انت لسه ما اشتركتيش في القناه يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بعمله. ولو انت مشتركه معايا يا ريت ما تنسيش تسيبي لي لايك وكومنت حلو زيك قوي عشان بتبسطيني. تعالوا نشوف بقى احنا هنعمل ايه النهارده مع بعض. هنعمل كحك الافران ده بطريقه سهله وبسيطه وبمكونات موجوده عندك في البيت، مش هتحتاجي تشتري لها اي حاجه. مكونات بسيطه خالص، شويه دقيق وميه وسكر، هنعمل احلى كحك افران. تعالي نشوف بقى احنا عملنا ايه مع بعض. انا هنا معايا نص كوبايه من السكر، هنزل عليها ربع كوبايه من الميه، هقلبهم حلو قوي. على قد ما اقدر ان انا ادوب السكر، هو مش هيدوب خالص بس على قد ما اقدر ان احنا ندوبه مع بعض. انا هديله تقلبتين وبعد كده هسيبه على جنب. لما اسيبه شويه قبل ما احضر الدقيق والزبده وكده هيكون دب شويه. ومعايا هنا اللي محطوطة جنب دي نص كوباية فيها ربع زيت على ربع زبدة، وتقدري تعمليها ربع سمنة وربع زيت براحتك خالص. تخلطي زبدة او زيت وسمنة على زيت، بس لازم تحطي زيت ولازم يعني توازني ما بين السمنة والزبدة والزيت. هنا بقى معايا طبق هحط فيه كوبايتين دقيق، وكوبايتين الدقيق دي دول هبدأ بيهم. ممكن تحتاجي تاني دقيق وممكن ما تحتاجيش، اللي هيحدد معانا بعد كده واحنا بنشتغل. هنزل الاول بكوبايتين من الدقيق، وطالما مستخدمه دقيق لازم هنزل عليه بذره من الملح. هدي تقلبتين تاني للميه بسكر. بصي هو السكر بدأ ايه يدوب معايا، هو مش هيدوب خالص بس هندوبه على قد ما نقدر. وبعد كده هنزل بالماده الدهنيه اللي معايا زي ما قلتلك، نص زبده ونص زيت. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنبست العجينه زي ما بنعمل الكحك بالظبط. انا عايزه اغلف كل حبيبات الدقيق اللي موجوده معايا بالزبده دي او بالماده الدهنيه، فهتقلبي فيهم حلو قوي كده. لحد ما تحسي ان كل الدقيق اللي معاكي اتشرب الماده الدهنيه ومفيش حاجه بيضاء. انا عايزه كل الدقيق يتغلف بالماده الدهنيه اللي احنا حطيناها. بس فيه بقى حلو قوي كده. حطيتي لي لايك ولا لا؟ اوعي تكوني نسيتي ان انتي تحطي لي لايك. ويا رب الوصفات بجد اللي انا بقى بنزلها تكون بتعجبكم. ولو انتوا عايزين وصفه معينه اكتبوا لي في الكومنتات ايه الوصفه اللي انتوا حابينها نعملها الفيديوهات اللي جايه. هنا بقى هجيب بيكنج باودر او كيك شيف. انا بستخدم كيك شيف على طول. هحط معلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر او من الكيك شيف اللي موجود عندك المتاح عندك، بس انا على طول بصراحه بستخدم كيك شيف، هو حلو قوي. وبعد كده نزلت بمعلقتين من اللبن البودر، وده اختياري، ممكن تحطي ممكن لا، معلقتين من اللبن البودر. وبعد كده هنزل بالميه على سكر اللي احنا دوبناهم. بصي هو يعني يعتبر السكر خلاص يعني عمل اكتر مبوسه وكده، مش هيدوب اكتر من كده. ونلم بقى العجينه دي كلها مع بعض. بصي بقى انا هنا نزلت بالكميه دي. بصي هنا العجينه عامله ازاي، العجينه سايبه معايا، فهحتاج ان انا ازود لها دقيق عشان تلم معايا. انتي هنا ممكن تنزلي بيها، يكون الدقيق بتاعك بيحتاج سوائل كتير فما تحتاجيش ان انتي تزودي دقيق. انا هنا الدقيق بتاعي ما بيحتاجش سوائل كتير، فعشان كده بصي انا هنزل حوالي بنص كوبايه كده من الدقيق وهلم العجينه. وبصي انا ما نزلتش بيهم كلهم مره واحده، هنزل بيهم بالتدريج كده عشان الم العجينه. انا عايزه العجينه طريه، اهم حاجه انا عايزه العجينه طريه ما تبقاش ناشفه. مش عايزه اعجن في العجينه، انا مجرد ان انا عايزه الم العجينه بس، الم العجينه وتتلم معايا. في وصفات البسكوت او الكحك والحاجات دي احنا ما بنعجنش، احنا يا دوبك بنلم العجينه. واهم حاجه انك تحافظي على العجينه طريه عشان ما تبقاش مشققه معاكي لما تيجي تشكلي البسكوت بعد كده. انا هنا نزلت بنص كوبايه كلها اللي انا حطيتها. وزي ما قلت لك انت ممكن ما الدقيق بتاعك ما يحتاجش ان انت تحطي عليه دقيق تاني، ممكن الدقيق بتاعك يشرب الميه دي ويبقى تمام كده. انا هنا مجرد ان انا بدخل الدقيق في العجينه معايا.
بصي انا هنا بوريكي العجينه عامله ازاي، لمت وما بقتش بتلزق معايا. تعالوا نختبرها كده. بصي العجينه طريه معايا وزي الفل كده، تمام قوي كده. هنوقف. هنسيب بقى العجينه ترتاح 10 دقايق بس، ان احنا بنريحها وهي بترتاح بقى كده. تعالي نحضر الخليط التغطيه اللي احنا هنستخدمه. انا هنا معايا معلقه كبيره من السكر، وهنزل عليه كده بمعلقتين 3 من الميه. نزلت بمعلقتين بس. هتقلبيه كده. انا مش عايزه الخليط يبقى جامد قوي. انتي ممكن على فكره لو عندك شربات او سيرب ممكن تحطي معلقه من الشربات اللي عندك ومعلقتين كبار معلقه من الشربات ومعلقتين كبار من الميه وتقلبيهم. انا ما كانش عندي فنزلت بمعلقه من السكر ومعلقتين من الميه وبقلب كده. بحاول ان انا ادوب السكر على قد ما تقدري كده. حاولي تدوبي السكر. ومعايا في الطبق التاني سمسم، وزي ما قلت لك تقدري تعملي الكحك ده بسمسم وتقدري تعمليه من غير سمسم، براحتك خالص. بصي انا العجينه بقى بعد ما سيبناها ترتاح 10 دقايق. العجينه دي مش بتخمر. هناخد بقى بصي حته كده ونعملها زي الصوبع كده، نفردها رول كده. عشان كده قلتلك لازم العجينه تبقى طريه معاكي، عشان وانتي بتشكليها تبقى لينه في ايدك وتعرفي تشكليها بكل سهوله. وبس. وبعملها كده شبه الدايره وبقفل وتقفلي الحرف بتاعها حلو قوي. يعني تفضلي تلفي كده عليها تقفلي الحرف بتاعها حلو قوي. هي تقريبا انا مش عارفه ايه اللي حصل، تقريبا وقعت من ايديا، تقريبا وقعت من ايدي. فدي واحده تانية اهو عملناها اهو. قفلنا الحرف بس كده. تلفي عليها وتتاكدي ان انتي قافلاها حلو قوي وتمام كده. هنعمل ايه بقى؟ بصي بقى هنمسكها وننزلها في الميه بسكر اللي احنا عاملينها، وبعدين هنحطها في السمسم وتاخديها على طول على الصينيه. والصينيه دي انا مش دهناها اي حاجه. تعالي نعمل واحده تانية مع بعض. هتاخدي حته كده من العجينه تفرديها رول، تعمليها كده يعني اهو. ممكن تعمليها كمان اهو على الكاونتر اللي انتي شغاله عليه بدل على ايدك. وانا حسيت ان هي على الكاونتر اسهل من التشكيل على الايد. هنا الكاميرا معلش الكاميرا هنا كانت قطعت وما عرفش في الجزء ده، معلش حصل كذا حاجه كده. فهعمل معاك واحده تانية. تفرديها كده على الكاونتر وبعدين تفرديهم على بعضهم وبس كده خلصت. بجد طريقه يعني تشكيلها سهله وبسيطه. على فكرة الوصفة دي كمان تقدري تعملي منها البقسماط لو انت حابة. هتعملي نفس الطريقة دي وتعمليه صباع كده، بس طبعا مش هتضميه دايرة، هتسيبيه رول صوبع كده بس في الصينية. هي نفس وصفة البقسماط. تقدري لو انت عايزة تعملي بقسماط تعملي الوصفة دي اهو. هننزلها بقى في المية سكر وبعدين في السمسم وعلى الصينية على طول. لو انت بقى مش عايزاها بالسمسم هتحطيها بس تدهني وشها اللي انت مش هتحطي عليه سمسم بفرشه كده، تدهني وشه بالميه بسكر اللي احنا عاملينها دي وما تحطيش عليه سمسم. هو كده تمام قوي. لو انت مش حابه ان انت تستخدمي سمسم في الوصفه وعايزه تعملي الكحك ساده. هنعمل واحده تانية مع بعض اهو. بتهيألي دي اخر واحده هنعملها مع بعض وبعد كده هكمل انا بقيه الكميه. هتفرديها هرول وبعدين هتقفليها كده دايره وتضميها على بعض. هنعمل بقى الكمية كلها وبعدين هتشغلي الفرن على درجة حرارة 160. هتحطيه على الشبكة مش تحت، هتحطيه على الشبكة من فوق لحد ما ياخد لون حلو من تحت. اخد لون معاكي حلو يعني الاتنين اخدوا لون حلو مع بعض. بصي هكمل انا بقية الكمية بقى.
هنا كنت خلصت الكميه كلها، شويه بسمسم وشويه من غير سمسم. هنحطه على درجه حراره 160 على الشبكه. اخدوا الاتنين لون مع بعض تمام، من تحت اخد لون ومن فوق لسه. هتشغلي عليه الشوايه بسيط لحد ما ياخد لون. انا بحب احمصه، احنا بنحب الكحك هنا يبقى متحمص. درجه اللون ده بقى براحتك، بس احنا بنحبوه متحمص كده عشان يقرمش كده. بصي بقى هنا بعد ما استوى، والله العظيم بجد طعمه حلو قوي وجميل. وانا بحب كمان اللي بالسمسم، يبقى غرقان سمسم كده، بيبقى بالنسبه لي يعني بحبه اكتر من الساده. انتي ممكن بقى تعملي ده وتعملي ده. يلا جربي الوصفه، ويا رب يا رب الوصفه تعجبك. ولو ما تنسيش لو عملتيها تبعتيلي زي ما الناس بيبعتولي على الاكونت بتاعي بتاع الفيس. بيبسطوني قوي بجد لما يعملوا وصفه وتعجبكم. يلا اتمنى وصفه النهارده تكون سهله.